يوم كنت صغير واسمع جملة كوكب اليابان ما كنت اصدق، وقلت هذه مجرد مبالغات من الناس او بالتحديد نحن في الوطن العربي، لانه مو من المعقول تطلق على دولة لقب كوكب ثاني لحالها. ولكن في نهاية عام 2020 اقتنعت بالشيء هذا، لانه في ذلك الوقت تعرفت على تقنية مر على اصدارها في ذلك الوقت تقريبا قرابة ال 13 سنة، وما سمعت عنها الا في 2020. شوف قديش الاخبار الكويسة توصلني متاخر. قبل وجود الشيء اللي اسميه حاليا بعصر الذكاء الاصطناعي، كانت في تقنية سابقة لوقتها ظهرت قبل تقريبا 21 سنة. كانت في شركة تطور تقنية راح تغير تاريخ المغنيين حول العالم بعد 3 سنوات فقط، وتحديدا في عام 2007 اطلقت شركة ياماها بالتعاون مع كريبتون فيوتشر ثورة جديدة في الصناعة ما في زيها من قبل، الفوكالويد، وهو نظام يسمح للمستخدمين من انشاء اغانيهم الخاصة بتأليف كلماتهم باستخدام مغنيين افتراضيين واللي هم الفوكالويد. اعضاء الفرقة هم هاتسوني ميكو الاشهر طبعا، الاخوين كاغامي رين ولين، وميغو رينو لوكا ومايكو وكايتو. طبعا انا اناديهم اعضاء ولكنهم منفصلين رغم انهم في نفس التقنيه اللي هي الفوكالويد. وهاتسوني ميكو لاقت اكبر رواج من غير باقي الاعضاء بسبب حفلاتها الافتراضيه ومجيء كثير من الناس لملاقاتها لانهم متوحدين. تم تأدية صوتها بواسطة ساكي فوجيتا ورسمها بواسطة المانجاكا كي جارو. تم إطلاق المغنية الرقمية في نهاية صيف 2007 بالتحديد في 31 أغسطس، ومن أول أسبوع سوت ضجة كبيرة في اليابان وكسبت حب آلاف أو الملايين في أسبوع واحد، وهذا الشيء اللي خلاها تنتشر حتى خارج اليابان. واحدة من أهم أسباب نجاحها الشخصي هو أنك تقدر تحضر حفل خاص بها وتشوفها قدامك، واللي هو حلم كثير من الأوتاكوس المتوحدين حول العالم. وصوتها اللي أشوفها غريب شوية إلا أنه هو العامل الأهم لنجاح الشخصية. You can call me Miku Boom Hair Boom Tie hiding in your Wi-Fi. ممكن تسأل ليش؟ لأنه زي ما قلت الفوكاليد دي تقنية تسمح لأي شخص إنه يصنع أغنيته الخاصة بها، وصوت ميكو كان الأفضل عند الأغلب حتى عندي أنا. وأحد أسباب دعم الشخصية القوي هو إن في ناس مرة مبدعين صنعوا أغانيهم الخاصة بصوتها، واللي ساعدت الشخصية إنها تضرب عالميا أكثر بحلول السنوات اللي فاتت. حتى تصميم الشخصية لعب دور كبير جدا، الشعر الأزرق الطويل والملابس الخاصة بها خلاها مميزة حرفيا عن البعض. سبب تسميتها بهاتسوني ميكو هو تلاعب بالكلمات في اللغة اليابانية، واللي معناها هاتسو الأول أو الأولى، ني صوت، ميكو مستقبل، ولو ترجمتها مفصل وبتدقيق للغة العربية راح يكون اسمها صوت المستقبل الأول، واللي هو عندهم الحق يعني في أصوات كثيرة تم توليدها حاليا بالذكاء الاصطناعي. لكن صراحة ما أقدر أقول إنها هي من أول الشخصيات اللي أنشأت أغاني بالذكاء الاصطناعي في التاريخ، لأن أغنية ديزيبل كانت هي أول أغنية بالذكاء الاصطناعي في التاريخ حرفيا، واللي تم إنتاجها بواسطة كمبيوتر IBM 7094 في ستينات القرن الماضي باستخدام تقنيات ركبت الكلام مع الموسيقى. ولكن اللي أنصفها لميكو هو أنها تقنية تسمح للكل إنهم ينشئوا أغانيهم الخاصة بها. طبعا في تقنيات أخرى من صانع الفاز مثل أوتاو اللي له حققت نجاح كبير، ولكن ممكن أخليهم لمقطع لحالهم. لو أنت سمعت عن الفوكاليدز فقل لي عن رأيك عنهم تحت، ومن المفضل عندك. تعليق من R99 شرطة 310. ما عارف شنو هذا الاسم. معلومة حلوة، ما في أي شيء مؤكد عن ميكو أو بقية الفوكالز، أقصد ما في شيء كانون عنهم. أقدر أقول بكل سهولة إني أشوف ميكو عمرها 19 عادي جدا، حتى أعمارهم عادي تغيرهم، هيد كانونز. أقدر أقول إني أشوف ميكو مثلا تحب اللون الوردي، شخص آخر يقدر يقول ميكو تحب اللون الأخضر، كلها صح لأن ما في أي شيء مؤكد عن صفاتهم لأنهم مجرد أفاتارات. يا رب يكون شرحي مفهوم. اللي فهمته أنا يعني مثلا كأنها صور تاخذها من الانستغرام او البنترست وتحطها فقط بس تنشئ شخصيتك، يعني ما حقول زي شخصيتي لان شخصيتي هذه اللي رسمها هي شخصيتي، ولكن هذه الشخصية الخاصة بميكو، يعني مو كل الامور مؤكد عنها رسميا. زايد مايكو كانت اول فوكالويد بنت صنعت، لكن ميكو اشتهرت اكثر. هذه المعلومة صحيحة، مايكو صنعت في عام 2004 على حسب ما اتذكر. اتمنى تتكلم عن بعض الفوكالويد المسحوب عليهم والمظلومين صراحة. ممكن راح اسوي جزء تاني راح اطول في الموضوع بزيادة زي ما سوى نيفو.